السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله يا جماعة جايب لكم فيديو جديد ويا رب يعجبكم. بس قبل ما نبدأ هنسمي الله ونصلي على النبي. الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعة بيتكلم عن إيه؟ عن فرق العملات الأجنبية والمصرية وأشكالها. يا جماعة إن شاء الله بشكر الرحمن أي حد يا جماعة والله بيقدم محتوى بيفرق معاه اللايكات والاشتراك، ويا رب أي حد يا رب شغال في أي مهنة يا ربنا يا رب يرزقه ويصب عليه من الحلال صبا ويفك كربه ويسدد دينه إن شاء الله بشكر الرحمن ويسترها معاه فوق الأرض وتحت الأرض ويعمل عرض عليه. تعال بقى النهارده نشوف إيه فرق العملات وأشكالها مع بعض. أول حاجة هنبدأ بالخمسة جنيه. شكل الخمسة جنيه المصرية وده الظهر بتاعها، ده الخمسة دولار، ده شكل الخمسة دولار، ده الظهر بتاعها شكل الخمسة جنيه وده شكل الخمسة دولار. يبقى ده يا جماعة ايه؟ شكل الخمسة دولار وشكل الخمسة جنيه. تعال شكل بقى نشوف شكل العشرة دولار، ده شكل العشرة دولار وده شكل العشرة جنيه بتاعتنا. في فرق بين العملة الأجنبية والعملة المصرية. بس انا بقى في فرق، حتى بص كده الورقة بتاعتنا أكبر، العرض أكبر وفي الطول هي عندهم هم أكبر. تعال بقى شوف ال 20 جنيه دي ال 20 جنيه بتاعتنا ودي ال 20 جنيه وده ال 20 دولار. تعال نشوف فرق بيناتهم قد ايه. في فرق بين ال 20 جنيه العرض واحد بس الطول برضو هو الأرض، بس دي بلاستيك وده ورق. في فرق وده بين الدولار وبين الجنيه بتاعنا. تعال نشوف برضو الفرق، نفس هي نفس ايه العرض احنا عندنا كويس جدا، والطول هم عندهم دولار أكتر. وده الشكل بتاعهم وده الشكل بتاعنا، ده تصميم وده تصميم تاني. يا رب لو عجبكم الاشكال يا رب الفيديو بتاعنا يا جماعه يعجبكم، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.